تعالوا يا حبايبي احضروني. انا قلت النهارده اعمل ايه؟ انا لا عامله اكل ولا عامله شرب ولا كمان داخله المطبخ. انا فعلا يا حبايبي زهقت. الاول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي، انا عملت ايه؟ دخلت المطبخ وجبت العيش السوري وحطيت فيه كده شويه شاورما، وكمان حطيت عليهم مايونيز وكاتشب، وانا عاملاها معاكم في فيديوهات كتير. وقلت كده يوم بس يا رب، يوم بس اروق فيه على نفسي واقعد كده قدام التلفزيون. وكمان يا حبايبي غرفت الاكل وصبيت لي نفسي كوبايه حاجه الساعه. والله مستخسرينها فيا ومستخسرين كمان ان انا اقعد شويه كده مع نفسي قدام التلفزيون. وكمان اهو حضرت الغدا لنفسي كده زي ما انتم شايفين، وقلت كده اقعد كده شويه مع نفسي شويه بس، يعني انا مش طمعانه الا في شويه. يسكتوا لا ما يسكتوش، اللي محكمين رايهم اطلع اشتري لهم بطيخ. المهم يا حبايبي خرجت اشتريت لهم البطيخه اللي زي السكر اللي قدامكم دي. والله ما رضيت ازعلهم وقلت يا بنت كفايه عليكي اجازه كده. بص يا حبايبي البطيخه بعد ما اتقطعت قلت برضو نفس الكلام، اقطع لي كده شويه واقعد اسلي نفسي قدام التلفزيون. ازاي يسيبوني؟ مستحيل يسيبوني، مش ممكن يسيبوني. بس اقول لكم ايه بقى؟ اعمل ايه؟ يلا، ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب. المهم بقى كده بعد ما قطعت البطيخه كده، رحت جايبه لنفسي شويه وقلت اقعد اتسلى فيها، اتسلى بيهم قدام التلفزيون. برضو قدام التلفزيون